ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة انجول. وفيديو النهاردة هنتكلم عن الصفقات القادمة للنادي الاهلي في شهر يناير. هقول لك انا اول صفقة رسمية، اول لاعب اجنبي يرحل عن القلعة الحمراء، كمان هنتكلم عن المدافع الصخرة القادم للنادي الاهلي. ولكن قبل ما نبدأ يا ريت تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل فيديوهاتنا تاني. اعمل، انا مستنيك. بداية كده، اول صفقة رسمية للنادي الاهلي هو الجوكر عمر كمال عبد الواحد. عمر عنده 30 سنة، مركزه ظهير ايمن او جناح يمين، ظهير ايسر او جناح شمال، او مهاجم 9 او لاعب وسط رقم 8. بيلعب لفريق مودرن فيوتشر وهو لاعب دولي. خلاص عمر وقع للنادي الاهلي لمدة 3 سنوات ونصف، والصفقة تعتبر تمت بشكل رسمي. ممكن جدا يحصل تبادل في صفقة عمر كمال عبد الواحد من اجل الانتقال للقلعة الحمراء في شهر يناير. طيب ايه حكاية بقى اول لاعب اجنبي هيرحل من النادي الاهلي؟ هو اللاعب محمد الضوي كريستو. كريستو زهق من كولر، هو غضبان جدا جدا من المعاملة. لاعب نجم، لاعب موهوب، جاي من تونس، نجم النجوم، جاي يعني هقول لك قدرات فردية رهيبة. كولر خلص عليه. كريستو بيقول ان موديست مستواه مش حلو، مش جيد، وبيلعب اساسي عليا. رضا سليم اتصاب، وبرضه كولر بيتجاهل محمد الضوي كريستو. بالتالي اللاعب اخذ قرار نهائي بالرحيل عن النادي الاهلي. الحمد لله، انا اول واحد قايل لك ان كريستو هيمشي، واول واحد قايل لك برضه ان عمر كمال اول صفقه رسميه للنادي الاهلي. فيا ريت انت بس تركز في الامور اللي زي دي، مش كل حاجه انتقاد. نرجع تاني لموضوعنا. كريستو يا شباب جاي له عروض كتير من الدوري التونسي، من الترجي التونسي بالاخص، كمان جاي له عروض من الدوري المصري. بنسبة كبيرة محمد الضوي كريستو هينضم الى فريق مودرن فيوتشر في صفقة تبادلية مع عمر كمال عبد الواحد. واعتقد ان التجربة دي اثبتت نجاح في النادي الاهلي، او في قصة اعارة احمد قندوسي لفريق سيراميكا. ما شاء الله قندوسي مكسر الدنيا في سيراميكا، اتعود على الاجواء، اخد الخبرات. خلاص بقى دلوقتي لما يرجع ان شاء الله قندوسي، لما يرجع للنادي الاهلي هيقدر يصنع الفارق وهيلعب لعبه، هيثبت نفسه مع القلعة الحمراء. فعشان كده الادارة بتخطط لاعارة كريستو لفريق مودرن فيوتشر. طيب اما عن ملف المدافع، مين هو المدافع القادم للنادي الاهلي لخلافة محمد عبد المنعم؟ نعم، هو محمد عبد المنعم ممكن يمشي، ايوه، ما تستغربش. يعني لو انت مش بتابعني، انا دايما بقول لك الاخبار اول باول. قلت لك ان عبد المنعم اخذ قرار نهائي وكلم الاداره انه هيمشي في الميركاتو الصيفي، وعبد المنعم متعاقد مع شركه تسويق عالميه من اجل الاحتراف الاوروبي وتحقيق حلم الاحتراف. فانت ما تستغربش خالص. مش بقول لك ان عبد المنعم جاي له عرض الماني ولا عرض يوناني ولا عرض فرنسي، لا، انا بقول لك ان في ناس شغاله مع اللاعب ده في شركه يعني ماركت او شركه تسويق ماركتينج عشان يسوقوه وعشان يبيعوه. المهم، مين المدافع القادم والنادي الاهلي مركز على مين؟ مفيش غيره، اسامه جلال. اسامه جلال لاعب نادي بيراميدز، عنده 26 سنه. طبعا اسامه يعتبر تاني افضل مدافع في الدوري المصري بعد محمد عبد المنعم. اللاعب ده عقده هينتهي مع نادي بيراميدز في نهاية الموسم الجاري، وبالتالي هو يقدر يوقع على اي فريق بشكل قانوني في شهر يناير. اسامة جلال رافض بشكل تام انه يجدد مع نادي بيراميدز، وعنده رغبة كاملة بالانتقال الى النادي الاهلي. عشان كده في مشكلة كبيرة بين ادارة بيراميدز واسامة جلال، عشان كده تم تجميده. يعني متخيل لاعب بقدرات وامكانيات اسامه جلال، المدافع السوبر ده، المدافع يعني الصخره ده، يقعد دكه او يكون بره السكور خالص؟ في مشكله اداريه. هو طبعا مسؤولي بيراميدز جهزوا له العقد، امضي، وقع، فلوس، مش عارف راتب كويس، قال لهم لا انا مش عاوز اكمل. النادي الاهلي طبعا فيه وسطاء، وكلاء لاعبين مسؤولين كلموا اسامه جلال شخصيا، احنا محتاجينك. خلي بالك اسامه جلال قبل كده موقع مع النادي الاهلي مرتين وهو في نادي انبي، تمام؟ اسامه خلاص يعني عنده رغبه كبيره جدا جدا انه ينضم للنادي الاهلي. اسامه مدافع صخره، مدافع طويل كوير هادي، عنده الثبات، عنده الامكانيات، تمركزاته جيده، بيعرف يلعب بدماغه، بيعرف يباصي برجله، يعني بيكسب التحامات هوائيه وارضيه. وزي ما قلت لك كده
تاني افضل مدافع في الدوري المصري هو اسامه جلال. اسامه طبعا شفناه قبل كده مع نادي انبي ومع نادي المقصه وفي بيراميدز، نادي بيراميدز. لاعب كبير طبعا، في حاله انضمامه للنادي الاهلي هيكون اضافه، والاقرب انه يوقع للاهلي في شهر يناير بحيث ينضم للفريق بشكل مجاني في الانتقالات الصيفيه القادمه. واللاعب ده هيتم تقديره جدا على المستوى الفني، ان شاء الله يكون مكسب لينا للنادي الاهلي، وان شاء الله ينضم للقلعه الحمراء. بس بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناه ومشاركه للفيديو عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الفتره القادمه. شكرا ليكم، السلام عليكم.